تعمل ايه؟ اكشن. هتقول اكشن، قول اكشن. احنا مش اتفضل. اتفضل اعمل كليك. اهلا بيكم من على الكنبه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده حلقه رمضانيه، حلقه رمضانيه، حاجه تمهيديه كده. احنا لسه ما دخلناش في رمضان يعني، بس قلنا نعمل الاجواء شويه، يعني طبعا كده على الاعلانات اللي احنا شفناها وايه مم. اللي مستنيينه او حاسين انه ممكن يطلع منها حاجه كويسه يعني. نبدا بالحاجات في الحلوه حاجات احنا الاول. ما كناش هنشوفها اصلا بس قلنا نشوفها ايه انت عشان النتائج الراجل نظر ضعيف معلش. خلينا نبدا بايه؟ نبدا بالصفاره. وانا صفارة. شايف ده بدايه موفقه يعني. من اكتر تريلرز اللي عجبوني الصراحه. وانا طبعا احمد امين على طول بيعمل حاجات جامده، وهينزل بحاجه كوميدي وفي رمضان وكده، فممكن تبقى حاجه ظريفه. والبريمس نفسه ان هو بيرجع في الزمن ومش عارف ايه، والاعلان بيضحك، فده ممكن يبقى حاجه مترقبين ليها او كده. هو كمان عامل يعني في اطفال وبتاع وبيتكلموا بطريقه كده، لا حاسس ان هو الموضوع هيبقى جامد. وبعدين اصلا الرجوع في الزمن كان اللي هو في مكان اللي هو ماسكين موبايلات عادي ومش عارف ايه، فواضح ان هو يعني جايبينه هو في المستقبل وبيرجع في الزمن اللي هو البريزنت ممكن. بتاعنا. غريبة بس أوي. يعني نشوف بقى هيحصل فيها ايه. ماشي. هو كأحمد أمين فده واحد من اللي هنشوفه. طيب ماشي، ممكن الكبير انا شايف مش بديهي. محتاج كلام. يعني كده كده نتفرج عليه، الإعلان كده كده جامد. بالظبط. عنده مسلسل جات سليمة. تكملة للكوميدي يعني. عودة دنيا سمير غانم. هي تقريبا عملت حاجة السنة اللي فاتت ولا انا ما عملتش؟ لا. كانت المفروض تعمل حاجة 15 حلقة، ايوه ما اعرفش، كانت عاملة حاجة واتأجلت وما اتعرضتش او حاجة. كان حصل مشكلة وما اتحرضتش بسبب المخرج ولا الكاتب اللي كان معاه، اللي هو الواد الصغير اللي اشتغل معاه على طول. هو عموما المسلسل شكله لذيذ برضو، وحاجة عارف ايه موضوع الرجوع بالظبط في رمضان ده فيه ايه؟ هي جاية وحاجة، وجاي معاه محمد سالم وبتاع، فهتلاقي فيها حاجة محمد سلام بيخش معاه بيعملوا حاجات لذيذة بالظبط. فممكن برضو نشوف أول حلقة كده، نشوف ايه الدنيا. حاجة في برضو كشف مستعجل بتاع مصطفى خاطر. يعني حسيته اللي هو بتاع هو احتمال يبقى 15 حلقة. لو 15 حلقة ممكن أبقى أفكر فيه. يعني اعلان الصراحه ما ضحكتش فيه او ما حسيتش اللي هو بس بالظبط. يعني انا يعني مصطفى خاطر اخر حاجه عملها اللي هو بتاع بيتي ده كان حلو الصراحه، مع ان هو في العادي ما مش احسن حاجه. ده كان في رمضان ولا بره بيتي؟ كان بره. محمد عبد الرحمن برضه انا بحبه، ممكن اجرب بس مش شرط خالص، لو شغال كده ممكن بالظبط. في برضو ألف ولا 100 حمد لله على السلامة، ولا مش عارف ألف حمد اسمه لله ايه. على السلامة. ايوه اللي هو بتاع يسرا وانزل له تيزر كده صغير ما فهمناش قوي. ما فهمتش منه اي حاجه. هو في عبث كان بيحصل في الاعلان، بس انا الصراحه مش متابع قوي اليسرا. يعني اخر حاجه شفته لها من 3-4 سنين مثلا، ومش اللي هو بستنى لها مسلسل، مع ان مسلسلاتها بتبقى لذيذه يعني، بس مش التايب اللي انا بستناه. بس لو لقيته لذيذ، لان انا عندي في البيت بيتفرجوا عليه كده، ولو لقيته لذيذ ممكن اخش، بس مش هيبقى برضه بالقايمه اللي انا داخل بيها او الكام واحد اللي انا بالظبط. هو طلع برضه مش فاكر احلام سعيده ده كان السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، طلع برضه مع شيماء سيف. انا ما شفتوش برضه، بس واضح ان هي يعني ماشيه في السكه دي دلوقتي. بس بصراحه مش ناوي مش ناوي اخش فيه. طيب احنا كده خلصنا تقريبا الحاجات الكوميدي اللي عارفينها تقريبا او اللي نزل لها اعلان. احنا ممكن نخش بعد كده على الحاجات بقى الجد شويه. رشيد شكله غريب قوي وده اللي شديدني. هو محمد ممدوح وطالع بشعر ومن غير شعر وحاجات غريبه كده. انا بحب محمد ممدوح، بس هيئته بشعره الطويل والاعلان اصلا، يعني اللي شاف الاعلان يا جماعه هو قصه تحسها اتهرست قبل كده في مسلسلات كتير، بس مستغربها على محمد ممدوح. اللي هو جو ان هو اتظلم، اتسجن ظلم ومش عارف ايه، وبيطلع بقى بيفجر. هو خد شكله طالع اللي هو الجو ده فيعني تحسها مش لاقي عليه كده، بس الموضوع في حاجه شداك عايز تعرفها بشكل. وانا بحب محمد ممدوح جامد قوي الصراحه، فهديله تراي برضه. في برضه الصندوق. الاعلان غامض وكل حاجه، بس ما اشتريتش قوي الصراحه. هو بص انا بحب الحاجات اللي فيها ميستري وكده، واللي هو يقعد يشدك عارف وبتاع. ميستري بوكس اللي هتلاقي فيه هيبقى فيه ايه. الثلاثه اللي هم طالعين
ممكن ساعات بيطلعوا تمثيل كويس وبتاع، بس مش عارف هيوصل لفين. فده برضو ممكن اشوف اول حلقة اول حلقتين بس دي كده الحاجة اشوف الوحيدة اللي هيوصل ممكن لفين. تسعف أو يعني تخليه مميز، إن تبقى قصة مختلفة أو فيها حاجة تشد. بالظبط. لأن يعني الكاست كده كده متميز، بس مش اللي هو يشيلوا هما كلهم عمل ده جديد. يعني دي اللي مختلف. ممكن الواحد يديله فرصة، بس برضه مش اللي أبقى داخل وأنا حاطه اللي هو أنا داخل أشوفه يعني. اتكلم معاك كتيبة 101. واحد أنا ها؟ إيه؟ مش مشكلة يعني. كتيبة 101، مع إن الواحد زهق من حاجات الجيش والحاجات الحربية دي. انا اصلا عموما ماليش في الحاجات الحربية في يعني لا، أنا المطلق. الصراحة شفت الاختيار عشان الممثلين اللي فيه كنت بحبهم، والواحد برضه كان عايز يعرف حاجات يعني. عموما انا كتيبة 101 لما عرفت يعني ان هو شفت بس الصورة وكده قلت لا انا مش هشوفه وبتاع. شفت الاعلان حسيت ان هو في حاجة اكشن وبتاع بعيدا عن اللي هو بقى الحاجات اللي كانت في الاختيار. كان في تركيز على العملية نفسها ومش عارف ايه وكده، فممكن يطلع منه حاجة. في قصة وبتاع، لان هو تقريبا يعني هو سيناريو مبني على قصة حقيقية المفروض. يا راجل حسيت ان هو في قصة درامية اكتر ما سمعت ان هو مبني على قصة حقيقية، مش متأكد بس ممكن ما استبعدش كده كده. بس انا بحب محمد سلامة يا اعمى يا اعمى، وعارف ان هو مخرج جامد يعني. يعني هشوفه يعني. الاعلان الصراحة من الاعلانات اللي شدتني. تمام. في لا هو عشان الكيس اعطس. طيب هتعطس. اعطس. انا اسف، احنا اسفين يا اسطى. يعني كان من الاعلانات اللي الواحد ما كانش عامل حسابه ان هو هيشوف المسلسل ده وغير رايه، فهو 101 منهم يعني. بالظبط. انا برضو هتشوف كده اول حلقه واشوف. هديله تيست كده. تمام. اعطس. الحمد لله زي الفل. ماشي. في برضو اقسم بالله ابن ده لو طلع اللي في دماغي بيحصل. ممكن نتكلم على سر باتع. اسمه مريب أوي. سامي السنة دي في مسلسلات رمضان في حاجات كتير. دي سر باتع بتاع خالد يوسف. مسلسل بتاع خالد يوسف. هو بتاع خالد يوسف فعلا. بص انا يعني بحب احمد فهمي، وجو ان هو بينقي حاجات بقاله فتره كده فيها قصه وحاجات مش كوميدي. فمستنيه الصراحه، لان بحب تمثيله اللي هو مفيهوش اللي هو جد ده. يعني زي ما كان في فيلم بتاعه مع احمد عز وكام حاجه اللي هو بيعملها دلوقتي، فهو جامد قوي في الدراما يعني. والكاست كبير، وشكل الاعلان الصراحه حلو، بس في حاجات اللي هو حسيتها كليشيه شويه، بس تمام. بس اللي هو يعني هشوف يعني هديله ترايل كده. انا برضو من الحاجات اللي انا ناوي اشوف اول حلقه كده اشوف بيقول ايه يعني. مش عارف جو التو تايم لاينز اللي هم ماشيين بيه ده واللي بيرجع بالزمن، وجو اللي بيروح طالع واللي هو بيدور عليه اللغز ده، مش عارف هو ايه بالظبط. هو الاعلان شادد الفكره، حابب اللي عايز يعرف ايه. بس كليشيهات بقى خالد يوسف، والجو اللي هو بتاع خالد يوسف 2010 ده لسه تقريبا في طبع فيه شويه، بس ده اللي هنشوفه يعني من اول كام حلقه. المسلسل اللي لسه مش فاهم له حاجه برضو حاسه هيبقى انترستنج شويه، لو تحت الوصيه بتاع لان هو نزل لك تيزر 30 ثانيه كده وهي ماشيه في المقابر، ما فيهوش حاجه قوي. الصراحه اول ما نزل البوستر خدت سف بقى، اللي هو عشان محجبه لازم يبقى وحصل جدل كده ملوش معنى، اللي هو يا جماعه في الصراحه برضه ستيريوتايب جو اللي هو واحده تحت بقى محجبه وحواجبها تقيله. بس كده كده منى زكي جامده يعني كتمثيل. فاعتقد ان هو ممكن يبقى. حسيت الناس مكبره الموضوع شويه، اللي هو عدوا يعني انتوا لسه ما شفتوش حتى اعلان المسلسل. هيتنسي يعني لما يلاقوا تمثيل جامد يعني. بس يعني مش عارف القصه كده كده دراميه بحت غالبا. مش عارف هيبقى فيها عوامل بقى يعني. هو كده منزلك تيزر اللي هو عشان يبقى فيه سسبنس، اللي هو معلش على اللي انا هعمله، والجو ده حاسسك ان هو حاجه تبيع شويه المسلسل. بس كده كده منى زكي يعني فهيتشاف. بص هو كده كده المسلسل ده بالنسبه لي لو ما نزلوش تريلر كامل قبل رمضان في الكام يوم دول، هشوف اول حلقه. لو نزل له اشوف الاعلان. لو عجبني تمام، لو عجبنيش مش هشوف. في بتاع محمد رمضان ومذكرات زوج دول تقريبا اخر. مذكرات زوج بتاع محمود لطفي. ولا محمود مين؟ محمد لطفي. لا محمد لطفي. طارق لطفي. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ طيب نخش على محمد رمضان الاول. ماشي. محمد رمضان وثالث سنه مش على التوالي، ثالث
حاجه مع احمد سامي. ماشي. كان اسمه ايه العمده، حاجه العمده. جعفر العمده. انا بصراحه حسيت انه حاجه يعني مش جديده خالص، بس ده مش ناوي يعني اتفرج عليه. بص انا ده من اقل اعلان لمسلسل محمد رمضان ما تشدلوش. انا بحب اتفرج على مسلسلات محمد رمضان وبالذات مع احمد سامي، لان محمد سامي بالذات مع محمد سامي، لان محمد سامي معاه بالذات بيعملوا كومبينيشن جامد يعني. اسطوره والبرنس بالنسبه لي كان حلو قوي. حاسه اقل من الاثنين دول، مش عارف ليه. حاسس ان هم كل شويه هيخشوا المفروض بيحاولوا يعلوا على الاثنين دول، مش هيعرفوا. حاسه مش هينجح. بس يعني مش حاسس ان الاثنين دول هيعملوا زي كل مره بقى. سواء كده محمد سامي بيعرف يوصل للمشاهدين المصريين يعني، والجو القصه الشعبيه اللي هو بيعملها دي، بس مش حاسسها شاده زي الباقيين. بس عادي ممكن تختلف. انا كده هشوفه عشان بقول لك الاثنين دول بالذات بيعملوا حاجه كويسه يعني. ولو ما كملتش يعني ممكن ما كملش عادي جدا. بس الفكره ان ده تقريبا المسلسل الوحيد اللي خلص تصوير، ودي حاجه كويسه. طب يعني هم خلصوا تصوير يعني هو جاهز. ودي كانت اصلا مشكله مع محمد رمضان السنه اللي فاتت. المسلسل اللي كان شكله جامد قوي وبادئ بدايه حلوه اللي هو كان بتاعه السنه اللي فاتت، الغريب اللي هو ده ما كملش تصوير، اللي هو المخرج سابه في النص وحصل وغيروه كده، وكتبوا اخر حلقتين في اخر كام يوم والموضوع باظ. فده بقى عكس تماما، هم مخلصين من بدري فباينين ان هم عاملين شغل او مجتهدين فيه يعني. فممكن دي تبقى حاجه ميزه فيه. هنشوف. انا بصراحه زي ما قلت لك انا مش ناوي اتفرج عليه. هشوفه لو حلو قوي. ماشي تمام. طيب في بقى نوعيه مسلسلات كده اللي هي نوعيه كده اللي هي حاجات اسريه سيكا او ليها علاقه بالاسره في المسلسل نفسه، زي مثلا مذكرات زوج بتاع طارق لطفي. حاجه اللي هو حاسسها خفيفه شويه وحاجات مشاكل عائليه وكده. زي الهرشة السبعة برضه. هو حاجات كده، بس الهرشة السبعة حسيته دراما اكتر من دراما قوي وبطيء يعني. مع ان حسيته في حاجه كويسه كده وفي حاجه كويسه في الاعلان يعني في الكاست. والبوستر حلو قوي. شفت البوستر اللي هي التجميع بتاعتهم في كل لا ما شفتش بوستر بصراحه، بس بشوفه يعني. بس الاعلان حسيته الموضوع مقفول، متقلين قوي الدنيا فيها كده وهيبقى بطيء وبتاع. معرفش 30 حلقه برضه ولا ايه. هو شكله يعني مش حاسس ان انا هشوفه، بس هيبقى لذيذ. هو مذكرات زوج ده تحسه دراما دي اكتر من ان هو دراما كامله. طارق لطفي برضه انا مش طالع كمان اسمه ايه طارق لطفي. ساعات بقى هو طارق لطفي ليه حاجات دراما وليه حاجات كوميدي شويه. اخر حاجه شفتها له كانت حاجه عملها بعد عدد النزول السنه اللي بعدها على طول. كان اول حاجه بطوله ليه تقريبا وبعدين ما شفتهاش. لا مش فاكر. بس انا اسمه ايه ده كان اصل هو طالع معاه خالد الصاوي واللي هي كانت عامله اللي هي عمة الكبير دي، مش فاكر اسمها ايه الممثله. في الاعلان يعني كان في كوميديا بتطلع من وطلع معاها مش طالعه معاها عائشه بنت احمد باين. بن احمد. ايوه عائشه بن احمد. ايوه كده. تغيير جو. تغيير جو شدني عشان 15 حلقه اللي انا سمعت ان هو 15 حلقه. هو لو 15 حلقه ممكن اشوفه. يعني الاعلان ما شدنيش اكتر حاجه، لان هو القصه في الاول وفي الاخر هي منى شلبي مامتها تعبانه تقريبا، فالمسلسل بيورينا الحاجات اللي بتقف قدامها وكده. وفي نفس الوقت في قصه حب بينها وبين اياد نصار. عصام عمر برضه طالع فيه، ودي من الحاجات اللي مخليني برضه عايز اشوفه. وانه 15 حلقه فممكن لو 15 حلقه ممكن ابقى اشوف كده. ممكن اشوف حلقه كده اشوف ايه الدنيا يعني. هو غالبا كده الواحد بيستنى يعني اول يوم ده ويكون وحشه الفايب بتاع اجواء رمضان، فبيروح شغل بقى كل اللي يجي قدامه. كمان في مسلسلات اللي بتبقى غالبا هابطه اللي بتيجي قبلها بيوم قبل رمضان. وتبقى ساعات برضو الواحد بيتفرج عليها، مش دايما بتبقى هابطه يعني، بس اللي هي معلهاش العين قوي. اخر مسلسلين قبل ما نخش في فقره الضحك ده فقره العبث. عمله نادره بتاع نيلي كريم. كاست محترم قوي الصراحه. احمد عيد عبد الوهاب واحمد عيد. احمد عيد بعد غيبه طويله قوي ورجع كمان كشرير، دي شداني فشخ. بالظبط. يعني انا كل ما افتكر احمد عيد افتكر يعني فاهم فيلم ثقافي عادي. وافتكر هو طلع فتحي عبد الوهاب برضه يا راجل كمان. لا بقول لك هو بقاله كتير ما طلعش، وكان بقاله فتره بيطلع اللي هو يا جماعه انا عايز اشتغل وبتاع. فعايز اشوف بقى خلاص انت اخدت الفرصه يا ترى، ودور شرير ما عملش قبل كده. فاعتقد يا اما هيبقى جامد فشخ اللي هو يبقى ترند رمضان كله،
يا اما هيبقى دور عادي أوي. رومانسي مش حاجه فاتمنى الصراحه، اتمنى ان هو هيبقى دور جامد، لان هو مفتقدينه يعني في بالظبط الافلام الحاليه. برضه تكمله برضه حسيته العمله نادر طبعا، نيللي كريم وخالد سليمان ده لا جامدين كده يعني كده. في والاعلان برضه شكله في حاجه ممكن تشد كده. يعني القصه شكلها لذيذه، بس انا لو هديله فرصه غالبا عشان احمد عيد، يعني عايز اشوفه هيعمل ايه. ندخل سوق كانتو في فقره العبث ولا عادي خليه ما نخليه بينهم بره؟ عشان هو شكله الصراحه الحاجه الوحيده اللي هتنقذه من فقره العبث. البرودكشن بتاعه شكله محترم. شكله والمخرج حسين المنباوي صراحه بيعمل حاجات جامده قوي ونظيفه وسينماتوجرافي عاليه. منها السنه اللي فاتت كان عامل جزيره غمام. بجد هو اللي عامل والسنه اللي قبلها كان عامل فتوه بتاع ياسر جلال، برضو كان سينماتوجرافي فشيخ، وانا اتفرجت في مسلسل حلو الصراحه. فالبرودكشن بتاعتها والارت دايركتور والديكور وكده كان حلو قوي الصراحه. فهو الصراحه الشغل اللي هو بيعمله في مسلسلاته كبرودكشن فبيبقى جامد فشخ، وتصويره واخراجه كله. فدي الحاجه اللي مخلياني مش هسف عليه قوي، لان طبعا كله اول ما نزل قال ده بيكي فاكن امير كرارة مش عارف ايه وايوه باشا بيلينجهام والجو ده فيعني لا بس انا قلت اكيد يعني شكل بس ومش عامل حاجه زي كده. بص هو المسلسل ده انا مش حاسس ان انا عايز اتفرج عليه، بس ممكن اديله فرصه اول حلقه. حاسه هيبقى هيت او مس فشخ، يعني هيبقى حاجه حلوه ومعموله. هو البرودكشن زي ما قلنا اعلان، البرودكشن كواليتي شكلها محترم وشكله مصروف عليه وبتاع، بس لو حسيته حاجه ممله خلاص. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني ما اقدرش عليه هو امير كرارة. امير كرارة الجو اللي هو انا هزعق واقعد اعمل كده وانت فاهم، انت ما تجيش معايا سكه يا باشا، ويتخن صوته وما بيعرفش يتكلم بيضرب، بس ده ما بحبوش خالص. يعني انا شفته بس في كلبش، وعشان كان كلبش قصته بالنسبه لي حلوه لحد ما وسعت منه يعني. غير كده هو الصراحه لا ما بقبلش تمثيله خالص. انت ما تقدرش تيجي على الحته دي ومش عارف يعمل والله لا ما اقدرش والله، صعب قوي. وبقى يقعد يرمي قافيه بقى، بس اعتقد دي ما فيهاش قافيه عشان زمن قديم وكده. بس هو حتى من برودكشن اعلان كده في وشه كده، وفي الاخر وهو بيقول كلمتين كده ويعمل دماغه كده فاهم، قلت لا يعني مش هعرف. بس يعني في بقى كاست الباقي اللي معاه كده كده جامد، ما عايز يديله وفتحي عبد الوهاب وكل الليله دي، ففي مميزات كتير الصراحه ان الواحد يديله تراي يعني. نخش بقى على فقره الضحك او العبثيه اللي شفنا الاعلانات مخصوص بس عشان الفيديو، لكن غير كده ما كناش هنعتبه يعني. نبدا باصعد صعيدي في الصعايده كلهم. انا ابن ناس وانا ابن بلد جدا وذكر موت وست كل فوق راسي تاج راسي فاهم، ياسمين عبد العزيز، استاذ احمد العوضي ابن البلد صعيدي ذكر ما بيتفهمش ويطلع يضرب الناس كلها. وياسمين عبد العزيز تقع في غرامه في الاول تبقى مش طايقاه، وانت لا مش عارف بتكلمني كده ازاي وتشرشح بقى تتقلم في الاعلان. ما هو لازم بقى تبين ان هي قاسيه جدا لحد ما تقول انت حبيبي يا لهوي. والجو الستيريوتايب بتاعهم مش عارف ايه اللي خرجهم من بيتهم هما الاثنين يعني، خليهم متجوزين يعني. يلا حصل خير. لا في مسلسلين هما عبثيين كل واحد في حته، بس غير العبث بتاعهم الصورتين بتوع البوسترز لوحدهم حاجه مريبه للغايه. بابا المجال والاجهر ده. في حاجات انتوا ايه يعني دي. بص انا يعني الصراحه بابا المجال ده انا كنت فاكره حاجه راب سين في الاول، نسر المجال يا اولاد وبعدين دخلت اللي هو لقيته مصطفى شعبان واللي هو راجل قتل قتله في السجن ومش عارف حاجات الاوفر دي بصراحه مش مستاهل نتكلم عليها. وايه بقى اللي هو انا هاخدك من اول اعلان لاخره هفتح بقافيه واقفله بقافيه فاهم، اللي هو جامد موت عشان انت هلفوت مثلا. ايوه حاجات بقى كده طول الاعلان طق عمال يديك في قافيه اللي هو خلاص يا اسطى انا بتفرج على في توك توك فاهم. فلا صعب فشخ لا جو ان هو انا هكتب في ايه وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت بقى في السيناريو قافيات وكلام بقى موزون وانا شبح وانا ذكر الحته والجو ده. لا مش ماشيه معايا الصراحه. انا زهقت منها خلاص ومش هنقعد نعيد فيها وكل ما تزود قافيه فانا كده شبح توت وهحبك فاهم. بالظبط. ده ليه فئه بقى مش مايتاب برضه. اللي فاجئني بقى اللي هو الاجهر ده، انا ما تخيلتش من الصوره الكونتنت اللي هو افريقيا ومش عارف ايه وافريكانو في نفسه. بلاك بانثر King T'Challa, son of King T'Chaka. I am the sovereign ruler of the nation of Wakanda.
والله وابو ماي بيبول ماي براذرز. مش فاهم بس صراحه شدني شويه، بس انا ما بحبش اتفرج على حاجات احمد سعد قوي بس. لا دخول ده محمد صح؟ لا عمرو سعد. كده اخوهم كلهم عمرو سعد. ومحمد ماشي. عمرو سعد عامة. هو قال لك اسم الدواء ايه؟ انا نسيت يا ريس. يا ريس الشريط ده تقسموه ما بينكم دلوقتي، انتوا محتاجينه اكتر مني. عملنا حاجة مختلفة يعني تحتسب لي. يعني حاجة بقى أفريقيا تقريبا بقى بيدوروا على ماس وحفر وحاجات كده ولا إيه مش عارف. إعلان يعني والله مش سيء، هو شكله غريب وبتاع، وانا ماليش في عمرو سعد قوي، بس ممكن اديله فرصه عشان كده فاجئني لان هو شكله يعني ممكن يطلع منه حاجه. ايوه شكله مختلف وجو افريقيا بقى والاجواء اللي هو عاملها دي ماشي، هتحتسب ان هي حاجه مختلفه شويه. المسلسل ده من المسلسلات اللي هي بالنسبه لي برضه اللي هو مختلفه بس تبع اللي هو برضه ايوه غير تيشيرت وانا صاحي جدا وبكر وارجع بقى القاهره واقول بقى قافيه زي اخويا اسمه ايه تقريبا قابل ويتكفوا على بعض. بس يعني المسلسل ده من المسلسلات اللي هو شفت الاعلان انترستنج بس مش جارانتيد ان انا اروح اتفرج عليه خالص يعني. ده مش هيخليني اتفرج. انا صراحه لسه ما حسبت يعني ما حطيتش قدامي انا هشوف ايه، فهبقى ادخله في الحاجات اللي في دماغي، لو كتروا مش هشوف بس طيب هشوف الكلام عليه لما يبقى. طب اجماليا كده ايه اللي انت هتشوفه؟ بص انا اللي ناوي اتفرج عليه الصفاره والكبير، دول اللي انا هتفرج عليهم اللي هديهم فرصه كده مبدئيا رشيد والصندوق بس تقريبا. الباقي بقى ممكن هشوف حلقات اولى كده واللي يعجبني هكمل، بس هفضل اصفي لحد اخر رمضان يعني. اللي هزق منه بصراحه هرميه على طول. حسين برضه انا برضه تقريبا نفس المتاكد منهم، هو الكبير والصفاره. صراحه برضه جعفر العمده عشان السبب اللي قلت لك عليهم في الكومبينيشن بتاعتهم هما الاثنين دي، بس مع اني حاسس انها هتخيش بس يعني ده اللي داخل عايز اشوفه. واللي هديله فرصه رشيد وعمله نادره وكتيبه 101 وسر وباتع. برضه انا برضه سر وباتع هديله برضه فرصه. دول الاربعه اللي يعني بشكل كبير برضه اشوفهم لحد ما يخيشوا او اللي هو ما احسش ان انا لا اكمل. باقي الحاجات بقى لو لقيتها شغاله اللي هو اللي قلنا في النص يعني ممكن نديها فرصه، لو لقيتها شغاله كده هشوف يعني، بس مش اللي هو هشغلها لوحدي او لو اتذاعت قبلها بيوم زي ما بقول لك الحاجات اللي بيقولها او لو اتذاعت قبلها بيوم. تمام زي الفل. بس خلاص كده. انا عايز بس اقول ايه تنويه في الاخر يعني ان احنا بنقدم كل الاحترام والتقدير لكل اللي اتكلمنا عليهم عشان بس ايه يعني احنا بنتكلم في سياق المسلسلات عموما وكده، مش بنسيء لحد بذاته عشان كده بس كده ايه يعني بنتكلم في يعني الحاجات اللي احنا بنحب نتابعها او لينا فيها. الحاجات التانية دي يعني ليها جمهورها كده كده بس مش احنا يعني. بالظبط. وبس يعني خلاص نقفل على كده. يلا عشان ايه نستناك لو عجبكم بقى الفيديو لايك كومنت سبسكرايب الجرس كل الكلام ده دعمونا كده وقولوا لنا تشوفوا ايه في الكومنتات. واستنوا الحلقه الجايه واستنوا رمضان وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.